مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا عالي المستوى يقوم بزياره ناجحه لجمهوريه الصين. افتتاح اسبوع الاستغلال في المدارس بالاقليم الاوسط. مطالبه بتوسيع الخدمات الاجتماعيه في اصمات وحلحل. ترامب يفرض عقوبات جديده على صادرات المعادن الصناعيه في ايران. قتلى ومصابين في هجوم على منظمه اغاثيه في كابول. ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجاريه. مرحبا بكم. من العناوين الى التفاصيل. قام وفد عالي المستوى يضم وزير الشؤون الخارجيه السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب بزياره عمل ناجحه لجمهوريه الصين الشعبيه استغرقت 3 أيام. والتقى وفد اريتريا عالي المستوى في الفتره التي قضاها في جمهوريه الصين الشعبيه بدايه من 5 مايو الجاري بوزير الخارجيه الصيني السيد وانغ يو ومسؤول الشؤون الخارجيه للحزب الشيوعي الصيني، بالاضافه الى العديد من مسؤولي الشركات الصينيه. وأجرى مباحثات عميقة في لقاءاته مع أولئك المسؤولين تركزت حول تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث بعمق المجالات التي يمكن أن تساهم في تطوير علاقات التعاون الآنية بين البلدين. وفي اللقاء الذي أجراه الوفد مع مسؤول الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني تم التباحث حول تعزيز العلاقة بين الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحزب الشيوعي الصيني، وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين. كما التقى الوفد الإريتري عالي المستوى مع الطلاب الإريتريين الذين يتلقون دراستهم عبر المنح الدراسية في الجامعات الصينية بالعاصمة بكين. افتتح رسميا اليوم في الإقليم الأوسط أسبوع الاستغلال بالمدارس في إطار احتفالات البلاد بالعيد 28 لذكرى الاستغلال تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وفي مراسم الافتتاح التي جرت في قاعة دبعت بمديرية أخريا، دشن حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي معرض الصور المعد على شرف المناسبة. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس قبر هواريات أن أسبوع الاستغلال تشارك في هذا العام 134 من رياض الأطفال و105 مدرسة ابتدائية و52 متوسطة و23 مدرسة ثانوية، أي 282 مؤسسة تعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ دغول عقباس اللاسي في كلمة الافتتاح أن ذكرى 28 للاستغلال يحتفل بها هذا العام في الوقت الذي حصد فيه الشعب الإريتري ثمرة وحدته القوية ووعيه وصموده. ولأن المرحلة تحملنا مسؤولية أكبر فإنه يتطلب منا مضاعفة الجهود والثبات على الصمود لتعزيز القيم الوطنية والدفع بالبرامج التنموية. هذا وقد حضر مناسبة الافتتاح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت تولى برهان، ومسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايها بتقابر، ومدراء المديريات في الإقليم الأوسط. كما شهد حفل الافتتاح العديد من المناشط الفنية التي قدمها الطلاب. وجه حاكم إقليم عنسب السيد علي محمود سكان مديريتي أصمات وحلحل إلى تقوية التنظيم لضمان استمرارية برامج التنمية الجارية بالمشاركة الشعبية عامة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية خاصة. وأشاد لدى لقاء السكان وعمال المؤسسات الحكومية يومي 4 و5 مايو في المديريتين ببرامج حماية التربة وحفظ المياه، والتي لها دور كبير في رفع الإنتاجية. وقال أن الطرق الرئيسية التي يجرى إصلاحها والطرق الفرعية الجاري شقها وكذلك السدود والحفائر المشيدة في مديرية حلحل تساهم بدور كبير في تحسين حياة المواطنين. وأشار السكان إلى المساهمة الكبيرة لمؤسسات الخدمات الاجتماعية ومشاريع المياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات، مؤكدين جاهزيتهم للمساهمة في تطويرها وتوسيعها ومواصلة مبادرات تجميع القرى. حققت الجهود المنسقة للمؤسسات الحكومية في مناطق آتاي وأقمايت وأكايد بمديرية كركبة نتائج مرضية في زيادة نسبة المشاركة في التعليم النظامي وتعليم الكبار. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ صالح محمد حامد أن عدد الطلاب في العام الدراسي الفائت بلغ 285 طالبا، بينهم 51 طالبة. وارتفع عدد الطالبات هذا العام إلى 131 طالبة، وعموم الطلاب إلى 437 طالب.
وأشار إلى مشاركة 335 مواطنا بينهم 110 امرأة في برنامج تعليم الكبار المقدم في 3 نقاط تعليمية. وقالت المعلمة مريم إدريس أن الإنجازات تتحقق بفضل الجهود المنسقة ومساهمة المعلمين، موضحة بأن بلوغ المرأة في المنطقة لهذا المستوى يعتبر في حد ذاته نجاحا كبيرا، داعية لمواصلة أنشطة التوعية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن برنامج التعليم ظل يمنح الأولوية من قبل الحكومة، داعيا إلى مواصلة الأنشطة المنسقة للمؤسسات المختصة، خاصة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووحدات مراقبة الحدود. وقال أن الجوائز المقدمة للطلاب المتفوقين عامة والطالبات خاصة تسهم في تشجيعهم على مواصلة التعليم. نظم الإريتريون المقيمون في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا العديد من أنشطة الدبلوماسية الشعبية. فقد عقدت اللجنة الوطنية في ألمانيا سمينارا للتنظيمات الشعبية في مدن شتوتغارد وضواحيها وفورسهايم وأولم وريلمسهالدن ونورنبيرغ. وقدم في السمينار شرحا حول مهام اللجنة الوطنية واللوائح والقوانين التي تسير أعمالها وخططها وأهدافها على المدى القريب والبعيد. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية في ألمانيا الدكتور تسفاي عبداللوم في المناسبة أن الأعمال المنفذة من قبل اللجنة الوطنية هي لضمان وجود جالية إريترية فعالة وموحدة. ومن جهة أخرى عقد سيمينار للإريتريين في مانهايم الألمانية حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية سيد كحساي تولي فرص وتحديات السلام والتعاون الذي تشهده المنطقة حاليا. من جهة أخرى عقدت التنظيمات الوطنية الإريترية في الغرب الأوسط الأمريكي مؤتمرها السنوي بمدينة كولومبوس يومي 4 و5 من مايو. شارك في المؤتمر مواطنون قادمون من مدن شيكاغو وغراند رابيدز وديترويت ومينيسوتا وكولومبيا وأنديانا بولز وسينت لويس وكنساس سيتي وسينسيناتي. وقد عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهان جبرهويت سمينارا للمشاركين في المؤتمر. من ناحية أخرى احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة بارما الإيطالية بالذكرى 28 للاستقلال، وألقيت في الاحتفال الذي شارك فيه الإريتريون وأصدقاء إريتريا الأجانب القادمون من مدينتي ميلانو وبولونيا كلمة بخصوص عيد الاستقلال من قبل مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد جرماي هابتبكيل. نظمت في الفترة من 28 من أبريل وحتى 4 من مايو انتخابات قضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح في 11 ضاحية بمديرية نخفة. وقد تم انتخاب 25 قاضيا وأعضاء لجان الصلح بينهم 8 امرأة للعمل في 6 محاكم أهلية. وقال مدير مديرية نخفة سيد يعقوب إدريس في المناسبة أن الانتخابات جاءت لخلق الأرضية المناسبة لحل قضايا ومشكلات المواطنين عن قرب، معربا عن ثقته في خدمة القضاة بتفان وإخلاص. وأوضح المنتخبون بأن خدمة الشعب مسؤولية كبيرة تتطلب التفاني والإخلاص، متعهدين بتنفيذ مهامهم كما ينبغي ومطالبين بضرورة تعاون المواطنين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف إيرادات إيران من صادرات المعادن الصناعية، وهدد بمزيد من الإجراءات ما لم تغير طهران سلوكها بشكل أساسي. وقال البيت الأبيض في بيان أن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، والتي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير البترولية وتمثل 10% من صادرات الجمهورية الإسلامية. وبعد مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تغييرات قال خبراء أنها محدودة على ما يبدو لضمان تجنب إيران تفعيل الآلية الموجودة بالاتفاق لمعاقبتها على انتهاكاتها على الأقل في الوقت الراهن. وهدد روحاني أيضا بأن تستأنف إيران في غضون 60 يوما تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن مستوى النقاء المنخفض الملائم لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، والذي يسمح به الاتفاق، ما لم تجد الدول الخمس الباقية الموقعة على الاتفاق سبيلا لحماية القطاعين النفطي والمصرفي من العقوبات الأمريكية. ومن جهة أخرى اتهم الكريملين وواشنطن باستفزاز إيران للقيام بهذه الخطوة.
قال مسؤولو أمن أن القوات الأفغانية تبادلت إطلاق النار لعدة ساعات مع مهاجمين من حركة طالبان قتلوا 4 مدنيين على الأقل وأصابوا العشرات لدى اقتحامهم مقر منظمة إغاثة دولية في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء. وبدأ الهجوم قبل منتصف النهار بقليل بانفجار سيارة ملقومة في منطقة شهرنو في كابول في أحدث هجوم لطالبان رغم إجرائها محادثات سلام. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن 4 مدنيين على الأقل منهم امرأة وشرطي قتلوا بينما أصيب 24 مدنيا وشرطيا. وأضاف أن أحد المصابين أجنبي دون أن يكشف عن جنسيته. وعلى الرغم من تكثيف الأمن عند نقاط التفتيش في أنحاء كابول، فإن السلطات الأفغانية لم تفلح في وقف الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وقوضت الثقة في الحكومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين نقضت الاتفاق الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، مصعدا لهجة التصريحات العدائية قبيل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين. وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب قول بكين أنها سترد بإجراءات مضادة ضرورية إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية. وقد تعهد ترامب بما هو أكثر من مضاعفة التعريفات على ما قيمته نحو 200 مليار من البضائع الصينية. وعلى الرغم من ذلك من المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مفاوضات تجارية في الولايات المتحدة. وقد فرض الجانبان بالفعل رسوما بشكل متبادل على واردات تجارية من الطرف الآخر يبلغ حجمها مليارات الدولارات، مما خلق ارتيابا في الأسواق العالمية. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار الرياضية، فابقوا معنا. على الصعيد الرياضي، فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي على أياكس أمستردام الهولندي ب3 أهداف سجلها البرازيلي لوكاس مورا مقابل هدفين، محققا عودة رائعة بعد هزيمته على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف نظيف. وتقدم أياكس بهدفين نظيفين في الشوط الأول، حيث سجل ماتياس دي ليخت من ضربة رأس في الدقيقة 5، ثم عزز المغربي حكيم زياش هذا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. لكن الفريق اللندني انتفض في الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف متتالية ليحقق الانتصار في المواجهة ويصعد للمباراة النهائية أمام ليفربول، والتي من المقرر أن تجرى في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا متروبوليتانا في العاصمة الأسبانية مدريد. وبذلك يكون توتنهام قد وصل لأبعد مدى في تاريخه خلال دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.